أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون صحة وسلام يا رب. الفيديو النهاردة بتاعنا هنتكلم فيه عن عملات مصر الفضية بتاعت السلطان حسين كامل. تمام. وطبعا عشان انتوا عارفين ان في تغير في سعر الدولار كل شوية والاسعار متغيرة، فده على حسب تصوير الحلقة. يعني الحلقة النهاردة متصورة في يوم 17. تمام. فعشان تبقوا عارفين بس أهمية ان يعني مثلا ممكن تتفرج على الفيديو بعد شهرين تلاتة وتقول الأسعار رخيصة. فاهم قصدي؟ لا، ده على حسب تصوير يوم الحلقة. تمام. العملات النهاردة بتاعتنا عملات السلطان حسين كامل. خلونا بس قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تكون أول عملة معانا النهاردة الاتنين قرش بتاعت السلطان حسين كامل، تاريخ إصدارها سنة 1916 و 1917. معمولة من مادة الفضة بوزن 2.8 جرام، وكمية السك 6.966 مليون قطعة، يعني قول 7 مليون قطعة. وسعر الأنصر بقى بتاعها 600 جنيه بواقع 20 دولار. وسعر الحالة الجيدة بتاعتها 420 جنيه بواقع 14 دولار. اللي هيقول لك ان انا بسعر غلط، انا ماليش دعوة، انا ليا بالاسعار اللي بيتباع بيها العملة ديت على المواقع الاجنبية. تمام. عشان برضو تبقى في الصورة. هتقول لي طب دي مواقع اجنبيه انا ماليش دعوه بيها. اقول لك حضرتك يعني هم بيلموا، يعني شوف عدد القطع 7 مليون قطعه. شوف من سنه 1916 لحد 2023، شوف كم قطعه مثلا هتفضل عايشه ويعني مكمله مثلا بالحاله الانصر او بالحاله الجيده. انت فاهم الفكره؟ شوف الندره اللي معاك. يعني عشان بس محدش يقول لي الاسعار مبالغ فيها او الاسعار قليله. يعني انا سبحان الله بلاقي الاتنين في التعليقات، في واحد يقول لي الاسعار قليله جدا، وفي واحد يقول لي الاسعار غاليه اوفر جدا. فاهم قصدي؟ فانا والله العظيم انا مش بسعر، انا بجيب لك معلومات عن العمله وبالمره بجيب لك سعرها معايا. تمام. المهم نخش على تاني عملة معانا النهاردة، الاتنين قرش برضو بتاعت السلطان حسين كامل، بس إصدار سنة 1917. معمولة من مادة الفضة بوزن 2.8 جرام، وكمية السك 2 مليون و180 ألف قطعة فقط. وكمية السك هي دي أكبر عامل في إن هي بتزود السعر أو تقلله على حسب ندرة الشيء. تمام. وطبعا المادة طبعا اللي معمول منها العملة أكيد بتفرق، بس بالنسبة مثلا وليكن 60% اللي بيحدد سعر العملة يعتبر كمية السك بتاعتها نادرة ولا مش نادرة في الوجود عامة. تمام. كمية السك بتاعت القطعة ديت 2 مليون و180 ألف قطعة. سعر الأنصر للقطعة الواحدة 2850 جنيه بواقع 95 دولار. وسعر الحالة الجيدة 1800 جنيه بواقع 60 دولار. والأسعار غالية بسبب التغير في سعر الدولار. تمام. نخش على تالت عملة معانا النهاردة، الخمس قروش بتاعت السلطان حسين كامل، إصدار سنة 1916 و 1917. معمولة برضو من مادة الفضة بوزن 7 جرام، وكمية السك 15 مليون و218 ألف. 15 مليون 218 ألف قطعة، يعني نقول 15 مليون قطعة مثلا. فاهم قصدي؟ سعر الأنصر 450 جنيه بواقع 15 دولار للقطعة الواحدة. وشفتوا يعني كمية السك عامل ازاي يا رئيسي في ان السعر يعني ينزل. لو انت ارجع كده مثلا اللي هي بتاعت الاتنين قرش، اللي هي اصدار سنة 1916 1917، لما كانت مقاربة ل7 مليون، كان سعر الأنصر 600 جنيه. هنا اللي هي اللهم صل بينا على النبي الخمس قروش 15 مليون قطعة، سعر الأنصر يا دوبك جايب 450 جنيه، واقع 15 دولار. فاهم قصدي؟ يعني كمية السك الندرة بتاعت العملة اللي معاك هي اللي بتفرق وتحدد السعر بتاعها. وسعر الحالة الجيدة 240 جنيه بواقع 8 دولار. نخش على رابع عملة معانا النهاردة، الخمس قروش السلطان حسين كامل برضو، بس إصدار سنة 1917. تمام. معمولة من مادة الفضة بوزن 7 جرام، كمية السك 5 مليون و36 ألف قطعة. وعشان دي برضو مطلوبة في السوق والناس بتدور على إصدار سنة 1917، سعر الأنصر معدي ال 4800 جنيه. بس أنا قلت إيه اللي هو يعني هو معدي ب 8 دولار 6 دولار. فاهم؟ فأنا قلت أقول لك إيه 4800 جنيه، بس خلي بالك إن هو هيعدي بواقع 160 دولار للقطعة الواحدة. وسعر الحالة الجيدة ب 3750 جنيه بواقع 125 دولار. نخش على خامس عملة معانا النهاردة، العشر قروش أو البريزة بتاعت السلطان حسين كامل، إصدار سنة 1916 و 1917. معمولة من مادة الفضة بوزن 14 جرام، وكمية السك 7 مليون و759 ألف قطعة. سعر الأنصر بتاع القطعة الواحدة 2250 جنيه بواقع 75 دولار. وسعر الحالة الجيدة 1440 جنيه بواقع 48 دولار. نخش بقى على سادس عملة، العشر قروش برضو السلطان حسين كامل، بس إصدار سنة 1917. محدش يقول لي فيه يعني ما فيش إصدارين، لا هو في إصدارين فعلا. تمام.
الكتالوج كاتب كده، الكتالوج ده معتمد من هيئة اللي هم هواة جمع العملة دول، ليهم هيئة كده يعني زي نقابة كده، فاهمين قصدي؟ دي الكتالوج اللي انا بجيب منه ده معتمد من قبل الهيئة دي، فعشان محدش يطلع يقول كلام من دماغه، انا ماليش دعوة انت بتجيب المعلومات بتاعتك منين عشان ما تخشش تجادلني في التعليقات. انا بجيبه من كتالوج معتمد من الهيئة ديت، فانا ما اعرفش والله، اللي انا المعلومة اللي انا لقيتها ومعتمدة جيت قلتها لك. تمام. المهم يعني التاريخ اصدارها سنة 1917، معمولة من مادة الفضة بوزن 14 جرام، وكمية السك 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 5100 جنيه بواقع 170 دولار للقطعة الواحدة، وسعر الحالة الجيدة 3390 جنيه بواقع 113 دولار. اسم العملة اللي هي قصدي رقم 7، اسم عملتها 20 قرش لا أو الريال السلطان حسين كامل. تمام. تاريخ إصدار سنة 1917، قصدي 1916 و 1917، معلش اتلخبطت. إصدار 1916 و 1917. المادة المعمولة من الفضة، الوزن 28 جرام، وكمية السك 2 مليون و 340 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 4500 جنيه وبواقع 150 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب 3300 جنيه بواقع 110 دولار. نخش بقى على اخر عملة معانا النهاردة، العشرين قرش او الريال برضو بتاع السلطان حسين كامل، بس اصدار سنة 1917، معمول برضو من مادة الفضة بوزن برضو 28 جرام. كمية السك 250 ألف قطعة فقط لا غير، وده شيء نادر جدا ان مفيش الا منها ربع مليون قطعة فقط لا غير. شوف بقى عقبال من سنة 1917 لحد عندك ايه اللي هيوصل انصر. الانصر ده كأنه خارج من البنك، انت فاهم الفكرة؟ ايه اللي هيقدر يعدي السنين دي كلها وحد محافظ على العملة السنين دي كلها؟ ان هو بالحالة الانصر، فيقوم جاي يبيعها اقل حاجة 6630 جنيه واقع 221 دولار. يعني ده قصدي في الانصر، ان هو يحافظ على العملة من سنة 1917 لحد 2023، ده شيء صعب جدا ويكاد مستحيل تصديقه. بس في ناس على فكرة بتحب الكلام ده وبتورث احفادها وكده العملة مثلا محفوظة، انت فاهم الفكرة؟ وسعر الحالة الجيدة 5400 جنيه بواقع 180 دولار. الحالة الجيدة ديت اللي هي العملة مش متوسخة قوي، العملة ما فيهاش شروخ، مش مصدية، مش متطرمة، مش فاهم. في طبعا الحالات الرديئة، بس الحالات الرديئة على دي على حسب تقييم التاجر، لكن دي اسعار زي مثلا وليكن البورصة، انت فاهم الفكرة؟ اللي هتخش عند التاجر ده هتلاقيها بنفس السعر ده، هتخش عند التاجر التاني هتلاقيها بنفس السعر ده، كلها اسعار واحدة. لكن الحالة الرديئة ديت على حسب تسعيرة يعني التراضي ما بين الطرفين. تمام. وفي ناس على فكرة عادي بتبيع الحاجات ديت بأقل من الأسعار دي في سوق ديانة والأماكن دي، بس الأماكن دي شعبي، هو بيضحك عليك، هو بيعرف، هو بياع أصلا في الأول في الآخر، أنت مش هتعرف تغلب بياع في الدنيا. أنت فاهم الفكرة؟ البياع دايما هيقولك هو ده سعر، عاجبك عاجبك مش عاجبك، وبيبقوا متفقين على فكرة في سوق ديانة كل واحد يعني مثلا معاهم عملات، مثلا تجار العملات أو اللي ينزلوا يشتروا العملات، أنت فاهم؟ بيبقوا مسعرين الحاجة ديت، يعني هما يعني انت تنزل مثلا وليكن الحتة اللي معاك ديت ب100 جنيه، هتروح تلف على كل التجار في سوق ديانة هيقولك نفس ال100 جنيه، انت فاهم الفكرة؟ يعني عشان بس الناس بتعتقد ان انا مثلا بتكلم في الهوا او بتكلم في الغلط، لا، انت بتنزل على تجار، التجار من مصلحتهم ان هم يكسبوا، فبيقعدوا قعدة عرب مع بعض كده على اي قهوة، والله العظيم مثلا الريال ده 100 جنيه، هتلف عند الناس كلها مش هيدوك غير ال100 جنيه دي، محدش هيديك 101، كلها هي ال100 جنيه. انت فهمت بقى الفكرة؟ لما انت بتنزل وتصطدم بأرض الواقع، أرض الواقع يعني ما فيهاش الكلام اللي انا بقوله لك، الندرة والوزن والمادة فضة، لا، هيقول لك يا باشا دي ملهاش قيمة، دي مش عارف ايه، لا ده موجود منها كتير ومرطرطة في السوق، هات يا عم انا هجيب لك شوال مش عارف ايه، فاهم؟ انت هتنزل هتصطدم بارض الواقع ده، ولذلك انا ببعد عن الناس ديت. انا نزلت مره لقيتهم بيقولوا لي اسعار متخلفه، فانا ما اعتمدتش الكلام، واخدت بعضي ومشيت. ليه بقى واخدت بعضي ومشيت؟ لان اقل حاجه انت مش جايب وزن الفضه الخالص اللي في العمله، يعني انت لو جيت وزنتها بالجرامات فضه وحولتها لفضه، انت مش هتجيب سعر الفضة اللي فيها. يعني ممكن اروح احسن ابيعها لراجل بتاع فضة ويعني ابيع له كمية، فاهم؟ واكسب فلوس اكتر من ان انا هكسبها من ان انا لو بعت لك العملات اللي انا معايا. افهموا بس الفكرة. يعني انت مثلا وليكن معاك كيس ووزنه مثلا وليكن ربع كيلو ولا حاجة مثلا، فاهم؟ وزنه ربع كيلو كده فضة، تمام. رحت ولو رحت عند راجل بتاع فضة واشتراهم منك بالجرامات الفضة الخالصة اللي فيها،
هتكسب اكتر من ان انت تدي نفس الكيس ده لنفس الاشخاص اللي قاعدين في سوق ديانة اللي مموتين لك السعر. فمحدش يا جماعة يعني، خد الكلام، خد الكلام مني، خد الكلام منهم، ودور انت. فاهم قصدي؟ دور انت، شوف انت الندرة، شوف انت بنفسك يعني، شوف الندرة يعني. يعني انا العملة دي اللي معايا ديت مفيش منها غير مثلا وليكن مليون قطعة في مصر كلها. وشوف من سنة كام، وايه اللي هيعدي سليم، وايه اللي مش هيعدي، وايه اللي اساسا باظ واترمى او رجع للبنك واتعمل له اتلاف. انت فهمت الفكرة والنقطة اللي انا بتكلم فيها؟ متخليش حد يضحك عليك. وبس اكون كده خلصت الحلقة النهاردة. يا ريت بس ايه تعملوا لي لايك عشان لسه القناة جديدة، فاهمين؟ وتعلقوا لي تعليق جميل منكم كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.